وفاة الداعية المصري زغلول النجار عن عمر يناهز 92 عاما. لكن قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. في خبر أحزن ملايين المتابعين حول العالم، أعلن صباح اليوم عن وفاة العالم والداعية الإسلامي الدكتور زغلول النجار عن عمر ناهز 92 عاما بعد حياة حافلة بالعلم والدعوة والعطاء. رحل الدكتور زغلول النجار في العاصمة الأردنية عمان، حيث كان يقيم في السنوات الأخيرة من حياته، وستقام صلاة الجنازة بإذن الله يوم الاثنين في مسجد أبو عيشة قرب الدوار السابع، قبل أن يوار جثمانه الثرى في مقبرة أم القطين بمنطقة ناعور. ولد الدكتور زغلول النجار عام 1933 في قرية ميشال بمحافظة الغربية في مصر، وتخرج في كلية العلوم بجامعة القاهرة، ثم حصل على درجة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز البريطانية عام 1963. تميز الراحل بعلمه الواسع وأسلوبه الفريد في ربط الحقائق العلمية بالآيات القرآنية، وكان من أوائل من عرفوا الناس بمفهوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وقدم مئات المحاضرات في مختلف دول العالم، وشارك في العديد من المؤتمرات التي جمعت بين العلم والدين. لم يكن زغلول النجار مجرد عالم جيولوجيا، بل كان داعية ومفكرا حمل هم الأمة، وكرس حياته للدفاع عن الإسلام بالحجة والعلم، وكتب العديد من الكتب والمقالات التي أصبحت مرجعا للباحثين والمهتمين بالإعجاز العلمي. وقد ناعه عددا كبير من العلماء والدعاة ووسائل الإعلام العربية، مشيدين بسيرته الطيبة وأخلاقه العالية، مؤكدين أنه ترك إرثا علميا وفكريا سيبقى خالدا في ذاكرة الأجيال. رحم الله الدكتور زغلول النجار وأسكنه فسيح جناته، وجزاه خير الجزاء على ما قدمه من علم نافع وجهد مخلص في خدمة الإسلام والمسلمين.